مستخلصك فيه 5% و14%. اوعى تطلع مستخلصين. ايوه، مش لازم تطلع مستخلصين. يعني ايه مستخلص واحد فيه ضريبتين؟ طب اطبقه ازاي؟ والضرايب هتوافق والمالك هيدفع؟ لو شغلك بدأ قبل 18/7 لما كانت الضريبه 5%، ولسه مكمل بعد 18/7 لما بقت الضريبه 14%، بتسأل نفسك سؤال مهم: اطلع مستخلصين واحد على 5%، واحد على 14%؟ لا خالص، مفيش حاجه اسمها تطلع مستخلصين لنفس الفتره. الحل القانوني الآمن: تطلع مستخلص واحد بس جواه تفصيل ضريبي داخلي. يعني ايه؟ يعني تقسم البنود او قيمه الاعمال حسب تاريخ تنفيذها او توقيتها. البنود اللي اتنفذت قبل 18/7 يطبق عليها 5%، والبنود اللي بعد 18/7 يطبق عليها 14%، والمستخلص يفضل برقم واحد بس في اخر صفحه في جدول تفصيلي: الضريبه في قيمه كل بند في نسبه التطبيق، والنتيجه تطلع ضريبه مختلطه لكن بشكل قانوني محسوب ومقبول من المالك ومأمور الضرايب. كده تبقى ماشي صح وحافظت على حقك والتزمت بالقانون الجديد من غير ما تتعرض لا مراجعه ولا غرامه. لو عندك مستخلص فيه شغل قبل وبعد التعديل ومش عارف تبنيه صح، ما تنساش تتابعني عشان باقي الفيديوهات اللي جايه هشرح لك بالتفصيل.